في إطار إثراء المشهد الثقافي في تونس ما بعد الثورة، أصدر الأستاذ محمد العيد بالقاسم كتابا جديدا بعنوان تأملات في الفكر والثقافة. حول أكثر تفاصيل مع السيد محمد العيد بالقاسم مدير دار الثقافة بالمضيلة. شكرا. الحقيقة أني لم أعطي أي تفاصيل عن هذا الكتاب لأي محطة إذاعية أو أي مجلة أو أي صحيفة، وقد خصيت يعني راديو تونس FM بهذا التصريح. فكتاب تأملات في الفكر والثقافة هو إن شاء الله بكورة إنتاج وإبداع فكري، وهو كذلك إنتاج للمناخ الحرية التي تعيشه تونس عصر بعد الثورة، لا سيما وأن هذا الأثر ينطوي على مسائل لم يكن للهيئة الخوض فيها لا من قريب ولا من بعيد. كتاب تأملات في الفكر والثقافة هو عبارة عن جملة من العناوين الفكرية والثقافية، من مثل علاقة المثقف بالسلطة، المعنى الاصطلاحي للدار الثقافة، من حلم الحداثة إلى واقع التحديث، الحرية مطلب الإنساني، الثورة التونسية. وفي هذا الأخير قمت بعمل مقارن بين الثورة الفرنسية والثورة التونسية، وخاصة الوقوف على أهمية الجانب الفكري والثقافي بإنجاح الثورة الفرنسية وليلتها، وانتكاسة الثورة التونسية بفعل التصحر الثقافي، وعدم إيلاء المثقف والثقافة العناية والمكانة اللازمتين. فالثقافة تبقى محددة لهوية الشعوب، والمثقف من براسة التقدم والريادة. وشكرا.